الوش كله غباء وضحكتك مسخة، يا عرة الرؤساء يا ابن المرة الوسخة. نزلك المصريين نساء في القاهرة، فضيت المظاهرة. نزلك عبد الجواد السهلمي، أخفته قسريا وعذبته. وبعدين قضاءك الشاخخ قضاء الحاجة اداله 15 يوم استمرار. نزلك أسود الدخيلة، والنهاردة نزلك شباب مصر. يا عالم بكرة هتطلع لك منين العفريتة. أنا عايزاك تشد عودك كده، علشان اللي جاي صعب. اللي جاي صعب قوي. اللي جاي انت مش هتستحمله، ولا قبل لك انت وعصابتك بيه. عايزاك تلم زبالتك، خد حودة في ايدك، خد انتصار، وخد العصابة الجيش والشرطة بتوع تل أبيب، وروح على ماما تل أبيب. روح اقعد هناك في تل أبيب عشان اللي جاي صعب. اللي فات ظلم واللي جاي ظلمات. واللي اشترى حاجة من أرض مصر يقابل بقى اليومين الجايين دول صعبين قوي. صعبين قوي على السيسي وعصابته، وكل واحد حط ايده على شبر من أرض مصر وقال اشتريتها من السيسي. هنشلوحك انت والسيسي، هتركب الشلاحات يا معلم. فكل واحد اشترى حاجة من أرض مصر من هذا الدكتاتور المهزأ يروح ياخد فلوسها منه. فاهمين؟ وبالنسبة للمصريين، أي حد ينزل في مظاهرات ينزل بورقة مكتوب عليها المنطقة ومكتوب عليها التاريخ، علشان نعرف البلد دي لسه فيها رجالة، والرجالة دي موجودة فين. الأسود الأبطال اللي هيحرروا مصر من الدكتاتور المهزأ صبي نتنياهو ابن بائعة الهوى. سيسينياهو الزبالة، رجس مصر، نجاسة مصر، اللي هيكنس قريب جدا هو والعصابة الحاكمة معاه.